الكلمة للسيد حسن هاني نيابة عن السيد عبد الوهاب مقلات رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار في المجلس الشعبي الوطني، فليتفضل مشكورا. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم، السيدة رئيسة المحكمة الدستورية الفاضلة، السيد وزير العدل حافظ الأختام الفاضل، الأخت الفاضلة وزيرة العلاقات مع البرلمان المحترمة، السيد الأمين العام للحكومة، السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا، السيد رئيس مجلس الدولة، الزملاء والزميلات أعضاء البرلمان بغرفتيه، الأسرة الإعلامية، الحضور الكريم، كل باسمه وصفته ومقامه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني نيابة عن المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار أن أتقدم بهذه المداخلة في هذا الظرف الوطني الدقيق الذي يجسد مرة أخرى التلاحم بين مؤسسات الدولة وقناعاتها الراسخة في ترقية العمل المؤسساتي الدستوري كأساس لأي بناء وطني متين. إن المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار وهي تشارك في هذا الاجتماع التاريخي للبرلمان بغرفتيه تؤكد بكل فخر واعتزاز أن القفزة النوعية التي يعيشها اليوم بلدنا الجزائر على المستويين الاقتصادي والسياسي في محيط إقليمي ودولي مضطرب بالأزمات والتحديات ما كانت لتتحقق لولا الحرص الشديد على الاحترام المسار الدستوري السليم والتمسك الراسخ بثوابت العمل المؤسساتي. فلقد أثبتت الجزائر المحروسة بعناية الله وبقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الاستقرار هو نتاج مؤسسات قوية تحترم الدستور وتعمل في إطار من التشاور والتنسيق. السيد الرئيس، ولا يفوتنا في هذه المناسبة إلا أن نغتنم هذه الفرصة لنؤكد على الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني تحت القيادة السامية للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. فهي المؤسسة العريقة، الدرع الحصين والسور المنيع الذي حمى وحدة واستقرار البلاد في أصعب الظروف، ونحن إذ نثمن عاليا دورها البطولي والحضاري فإننا نجدد لها العهد والوفاء والتقدير. أيتها السيدات، أيها السادة، إن بناء اللحمة الوطنية لم يعد طرفا سياسيا ولا خطابا جماهيريا، بل أصبح ضرورة وجودية، وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال التضامن الوطني وروح التنسيق والتشاور المستمرة بين مختلف المؤسسات الدستورية التي جعلت من الاختلاف رأيا ومن التوافق هدفا ومن المصلحة العليا للوطن عنوانا. أيتها السيدات، أيها السادة، إنما تحقق للجزائر خلال السنوات الأخيرة من إنجازات كبرى في الجوانب الاقتصادية والبنية التحتية والاستقرار الاجتماعي هو شهادة حق للجميع بأن بلدنا يسير بخطى ثابتة وواعية نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات. ويضاف إلى ذلك الاستقرار الاجتماعي الذي نعيشه اليوم جعل من الجزائر واحة أمن وأمان في محيط مضطرب لم يأتي من فراغ،
بل هو نتاج عمل مؤسساتي متواصل وإرادة سياسية صادقة جعلت من الإنسان الجزائري أولوية قصوى كما تضمنه دستور 2020. السيد الرئيس المحترم، إن الطموحات الكبرى للجزائر لتكون ضمن قائمة الدول الناشئة سيتحقق من خلال استقرار مؤسساتي راسخ يقطع الطريق على كل أشكال المغامرة ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتنمية. ونحن على يقين أن هذا المسار متواصل وأن الجزائر اليوم أكثر من أي وقت مضى تواصل. تفضل. وهي قادرة على رفع التحديات بفضل صمود مؤسساتها ووحدة شعبها. السيد الرئيس، السادة الحضور، أما بخصوص مشروع القانون الذي نحن بصدده اليوم والمتضمن التعديل التقني للدستور الجزائري، فإن مجموعتنا البرلمانية تثمن عاليا هذه المقاربة الواقعية والمسؤولة. فالتعديلات رغم طبيعة التقني تحمل دلالات عميقة على نضج المؤسسة الدستورية وحرصها الدائم على الدقة والانسجام القانوني. إن هذه التعديلات تهدف إلى إجراء التصحيحات اللازمة ومنع أي تعارضات في فهم النص الدستوري لتعكس حرص السلطة العامة على أن يظل الدستور وثيقة حية قابلة للتطبيق بأعلى درجات الفعالية خالية من أي التباس قد يعطل تفعيل بعض المواد أو يعقد تنفيذها. إنها خطوة استباقية تحسن مسارنا الدستوري وتجعل منه مرجعية واضحة لكل الفاعلين السياسيين وحلقة الربط بين جميع مؤسسات الدولة الجزائرية. وفي هذا السياق الوطني المميز فإن استعداد الجزائر لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة يحمل دلالات كبرى تتجاوز مجرد موعد انتخابي عابر. إنه استحقاق دستوري هام يجسد الالتزام الدولة الراسخ بمواعيدها الدستورية ويعكس الإرادة الصادقة لقيادتنا السياسية في تجسيد المسار الديمقراطي على أرض الواقع وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمصداقية. والمجموعة البرلمانية للنواب الأحرار وهي تثمن عاليا هذا الاستحقاق الدستوري الهام وتعلن بكل فخر واعتزاز استعدادها الكامل للمساهمة في إنجاحه عبر الانخراط الفاعل في الحملات التحسيسية التوعوية التي تهدف إلى تعزيز ثقة المشاركة الانتخابية الواسعة، لأن المشاركة هي التي تمنح الانتخابات شرعيتها الحقيقية، ومن خلال تقديم برنامج وطني طموح يجيب على متطلبات المواطنين. وفي الختام، باسم المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار نجدد دعمنا المطلق لهذا المشروع الذي نحن بصدده اليوم، وندعو جميع الزملاء إلى التصويت عليه لأنه يمثل تجسيدا لروح المسؤولية الجماعية، ولأنه يعزز صرحنا المؤسساتي الذي نعول عليه لمواصلة البناء والتشييد. ونجدد العهد مع الشعب الجزائري الأبي بأننا سنظل عند حسن ظن الوطن، وسنعمل بكل إخلاص وتفان من أجل أن تخرج الانتخابات التشريعية القادمة في أبهى صورة تعكس تطلعات شعبنا وتعزز مكانة بلدنا وتؤكد للعالم أن الجزائر بعزيمتها ووحدتها قادرة على صنع مستقبلها بيدها وبإرادة أبنائها وبصون دستورها الذي يظل دائما الضمانة الأسمى لاستقرارنا وكرامتنا. عاشت الجزائر حرة أبية آمنة مستقرة واحدة موحدة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد هاني، بارك الله فيك، أعطيت نفس جديد لهذه الأمسية هذه، بارك الله فيك، الحماس نتاعك، بارك الله فيك. الآن أحيل الكلمة إلى